إن ربنا موجود وما بيكسرش بخاطر حد. دعوة أمي برضه بتسند عليها وبتسندلي كتير، وعمري ما ظلمت حد وعمري ما ظلمت حد. أكتر حاجة مطمناني إن ربنا موجود وما بيكسرش بخاطر حد. وحاجة كمان، دعوة أمي برضه بتسند عليها وبتسندلي كتير، ووجود أبويا في الدنيا ربنا يديله طول العمر ده سبب كبير جدا والله، الحمد لله. حتى سبب في وجودي لحد دلوقتي، وإن أنا واقف على رجلي لحد النهاردة هو سبب في الحاجة دي. ربنا يديله طول العمر. خلينا إحنا هنا في الغربة مش عارفين حاجة عن أهلنا، فأهلك هما اللي بيطمنوك، هما اللي بيعرفوك اللي هما عايزين يعرفوه لك أصلا. لأن في حاجات كتيرة الأهل أكيد بيخبوها عليك لأجل إن هما ما يشيلكش أكتر من طاقتك. هما عارفين الظروف اللي أنت فيها، الغربة بتكون صعبة عليك. فالحمد لله ربنا يجعلهم يا رب دايما نعمة في حياتي. زوجتي وابني ربنا يخليهم لي، دول برضه حاجة حلوة في حياتي، ربنا يبارك لي فيهم. وحاجة كمان، راحة ضميري. الحمد لله أنا ماشي بنية كويسة وعمري ما ظلمت حد. وأي حد يعرفني أنا شخصيا هيعرف إن أنا عمري ما ظلمت حد ولا عمري جيت على حد. ودي الحمد لله حاجة برضه مريحاني جدا، وإيماني إن اللي جاي أحسن بإذن الله.